بصراحه. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. يلا بينا النهارده عايزه اعمل لكم فلوجايه حلوه. الحقيقه ان انا خارجه، فعايزه اخدكم معايا. انا ما اخدكوش معايا من يوم ما فتحت القناه، غير هي مره واحده بس اللي كنا خارجين فيها فاخدتكم معايا. فالنهارده برضو عايزه اخدكم معايا. هنروح كذا مكان كده ونتمشى ومش عارفه ايه. خارجه انا والولاد، فتعالوا معايا اوريكم اليوم هيمشي ازاي والدنيا هتمشي ازاي. احنا دلوقتي بعد الفطار، فتعالوا معايا اوريكم بقى الدنيا ماشيه ازاي. النهارده الجمعه، وان شاء الله الدنيا ما تبقاش زحمه، لان انا بكره الزحمه. اول حاجه انا لبست خلاص الحمد لله وخلصت ولبست الولاد ونضفت البيت، وهبدا بقى ايه البس بقيه الحاجات بتاعتي وهنزل على طول. الحقيقه ان انا طالبه اوبر بس هو متاخر عليا، فهشوف هيجي امتى مش عارفه ايه وارجع لكم تاني. اول حاجه بس لو عجبك الفيديو وعجبك الفلوجايه ديت وعجبكم نوع الفيديو ده، يعني النوع ده من الفيديوهات عجبكم وعايزين نكتر منه، اكتبوا لي في الكومنتات تحت او حطوا لي لايك على الفيديو عشان افهم ان الفيديوهات او النوعيه دي من الفيديوهات بتحبوها، ولا بتحبوا فيديوهات الروتين مش عارفه ايه. الفيديو ده لو لقيت عليه عدد لايكات حلو، هفهم ان انتوا بتحبوا النوع ده من الفيديوهات، نكتره مع بعض ان شاء الله الفتره الجايه. يلا بينا، مش عايزه اطول عليكم، نبدا اليوم. هنا خلاص كنت ركبت بقى الاوبر ونزلت مشيت. الجو النهارده كان شتا شويه وهوا وبرد ومش عارفه ايه. انا ما كنتش اعرف، لو كنت اعرف حاجه زي كده انا ما كنتش نزلت من البيت. اتفاجئت بالجو لما نزلت الشارع، بس برضه ما عكننش علينا لان انا اصلا بعشق الاجواء اللي زي دي. انا في الشتا تلاقوني موجوده عادي، بس هي بتبقى الفكره في العيال بس مش اكتر. وهنا نزلت رحت محل العاب، كنت عاوزه اجيب للولاد لعبتين حلوين، لان كان نفسهم بصراحه في لعبتين. حمزه كان عايز عربيه اللي هي بتقلب انسان آلي بالريموت، وتاليا برضو كانت عايزه لعبه حلوه. انا كنت موعداهم يوم ما نخرج لوحدنا سوا هجيب لهم لعبتين حلوين بصراحه، بس ما لقيتش اللي حمزه عاوزه بالظبط، فجبت له حاجه تانية دلوقتي هوريها لكم برضو. وبعدين هنا دخلت بقى الجنينه، قعدت بقى ايه العب توته كده بالالعاب اللي هناك. يا جماعه احلى حاجه عملوها ان هم حطوا في دمياط العاب زي دي، والله العظيم رحمونا كامهات وابهات ان احنا نروح راس البر عشان نلعب الولاد في الكيدز اريا. حمزه مرضاش يلعب طبعا، كان قاعد معاكن عايز ينزل يلعب في الشارع او في الارض في الرمل في الناحيه التانية مع الولاد. توته تاليا حطها في الارض. ما تزعليش ما تزعليش، عورتك ما تزعليش. حطها تمشي في الارض هنا، حطها في الارض تمشي تاتا. واو. هنا بقى طلعت لهم الالعاب بتاعتهم يلعبوا بيها عشان ما ينزلوش ايه يلعبوا في التراب زي ما هم عاوزين. جبت التتوته بطوطه كده صغنونه شكلها قمر، بتغني وبتنور وشكلها حلو قوي قوي قوي، بس هي ما كانتش بتمشي في الارض دي، عايزه ارض ما فيهاش ايه التعريج دي، هي عايزه سيراميك زي اللي في الشقه وكده. فكنا بنحاول ان احنا ايه نظبط الدنيا كده ويلعبوا بيها ومش عارفه ايه، واتبسطوا بصراحه. وحمزة هنا برضو قام مطلع العربية بتاعته، هو اللي مختارها، هو اللي جايب لونها، وهو اللي مختار شكلها. وهو والله العظيم العربية التانية انا كان نفسي اجيبها له بس غالية جدا جدا، وراح شبط لي. يعني هو ما كانش خلاص ماشي مش هنجيب العربية اللي انت قلت لي عليها، عايز يجيب موتوسيكل ب5000 جنيه. اقسم بالله. بس المهم في الاخر رضا وجبنا العربية دي حلوة قوي برضو برمود وجميلة، واحلى حاجة ان هي ببطاريات اللي هي بالحجارة من غير سلك والكلام ده كله، علشان أنا كنت جايبه له قبل كده، او اللي هي بتشحن كنت جايبه له قبل كده العربية بالشحن وكده، بتشحن تحط لها الشاحن وتشحن وتشغليها بالريموت. فهو بوظ الشحن بتاعها، فعلشان نصلحها تاني خدنا وقت، واما رحنا نصلحها البطاريات بتاعتها كانت باظت وكانت هتتصلح البطاريات، نشتري بطاريات تانية ب400 جنيه، وانا اصلا كنت جايباها ب400 جنيه. فقلت ايه
بلاش كده وبلاش كده، انا اجيب له عربيه جديده احلى وخلاص. هو كان مبسوط بقى بصراحه. قعدوا بقى يلعبوا بهم هنا، قعدت اصورهم شويه، كانوا مبسوطين بصراحه، وقعدوا يجروا وراها ومش عارفه ايه. وبعد كده بقى ايه، هنا توته كانت واقفه بتبص على العربيه ان هي شغاله ولعبتها مش شغاله، فشغلتها لها هنا بس هي مش مهتمه بيها، هي عايزه تروح تلعب في الارض. وهنا برضو قعدت اصور لكم الملاهي اللي هم عاملينها هناك دي، هي كانت اريا صغنونه كده، حاجات صغيره بس حلوة بصراحة والله، وبتسلي الولاد وكل حاجة جميلة. هنا بقى كنت بصورها لكم وهي شغالة، شكلها تحفة ومبهج وجميلة قوي والله بصراحة، حلوة قوي قوي قوي. روحوها حلوة ومهيش غالية على فكرة، مهيش غالية، حلوة. مبسوطة؟ مبسوطة؟ ايه؟ انا بحبك. انت بتحبيني؟ لا. تحبي ماما؟ لا. ليه؟ تحبي ماما؟ انا بحبك. هنا بقى كنا خلاص خلصنا لعب وشقاوة وخلصنا الجري والحاجات دي كلها، وقعدت بقى ايه انا رايقة كده قدام البحر ده، والله العظيم منظره تحفة تحفة وهدوء وحاجة كده مريحة للأعصاب، حلوة قوي قوي. الجنينة دي تحفة، بس لو ماهيش زحمة بتبقى خطيرة والله العظيم. شايفين المنظر بتاع المباني والحاجات، شكله تحفة، والبحر بالليل كان شكله حلو قوي قوي. والتجديدات اللي قاعدين يعملوها في دمياط خطيرة بصراحة، بتخلي الشكل يروح لحتة تانية خالص. هنا بقى كنا خلاص خلصنا الجنينة ورحنا قعدنا في الكافيه، طلبت اكل واكلنا، جبت ميكس جريل قعدنا اكلنا انا والعيال، بس نسيت اصور لكم اصلا الاكل قبل يعني اول ما نزل. وبعدين خلصنا الاكل وقعدوا بقى يلعبوا شويه في الكيدز اريا، الكيدز اريا صغننه. يوم اللي فكرت اخرج فيه مع اولادي لوحدنا، فرجوا عليا الدنيا والله العظيم زي ما بقول لكم كده، فرجوا عليا الدنيا. داليا بتعيط طول الخروجه، حمزه بيقلدها وبيعيط زيها، والاتنين مش عاجبهم اي حاجه. جبت لهم لعب واتعشينا، روقت عليهم ووديتهم يلعبوا في كذا مكان. العيال حرفيا بهدلوني، بهدلوني بمعنى الكلمه، الاتنين ما بيسمعوش الكلام. انتوا اما بتخرجوا مع اولادكم لوحدكم تخرجوا معاهم ازاي؟ تعملوها ازاي؟ بجد والله العظيم هي مش اول مره اخرج معاهم لوحدي، بس دايما كل ما بخرج معاهم لوحدي لازم بيحصل مصيبه. المره اللي فاتت لما خرجت مع حمزه وتاليا لوحدي، حمزه كسر كوبايه في الكافيه هنا. المره دي فرجوا عليا الدنيا في الشارع هما الاتنين وبيعيطوا، قسما بالله. خلاص مش دخلتوش. ماشي مش مشكله. مش مشكلة. يا جماعه بتخرجوا مع عيالكم ازاي لوحدكم والله؟ تعملوها ازاي؟ لا 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 لا، وجود الراجل برضو معاكي بتبقى حاجة تانية. لما عمرو بيبقى معايا بيعرف يسيطر على العيال، لكن انا معرفتش اسيطر عليهم ابدا. العيال فضحوني، ربنا فضحوني في الشارع. انا غلطانة، انا ست مهزأة ان انا بخرج من بيتي اصلا والله العظيم. اقعد في البيت تشتري دماغي، لكن انا قعدت اقررها تاني واخرج مع عيالي الاتنين لوحدي تاني، مستحيل مستحيل. انا يعني انا دلوقتي عارفه قيمه عمري في حياتي والله العظيم انا دلوقتي بعترف بقيمه عمري في حياتي، اقسم بالله. لما بيبقى معانا بيبقى الوضع مختلف تماما. العيال ما بتنطقش، ما بيتحركوش، اللي هو بيقولوا بيستمع. انا بيعاملوني كاني بنتهم الصغيره، مش امهم ولا اختهم. المفروض ان انا اسمع الكلام بس. هنا بقى كنت خرجت قعدت الكافيه دوت ليه مكان كده برا، تقعدي على الهوا كده تتفرجي على البحر مش عارفه ايه. قعدت بقى ايه، القعده دي مريحه بطريقه مش طبيعيه والله العظيم، بتبقي شايفه قلب دمياط نفسها من هنا.
قعدت بقى اتفرج هنا شويه، وبعدين طلبت لي شاي بالنعناع اروق بقى على نفسي، لان انا كنت خلاص صدعت، وبدات بقى ايه ان انا انهار من يعني عايزه ازعق بس مش عارفه، فاهمين؟ يعني عايزه اصوت الصويته اللي بصوتها في البيت عشان يسكتوا، بس مش عارفه. بس برضو عشان ما اكونش ظالمه، بصراحه الخروج لوحدك حاجه تانية، والله بجد. يعني العيال معايا ومدوخيني وكده، بس انا يعني جيت كافيه في كيدز اريا وكده، فهم ملهيين باللعب وملهيين بالالعاب اللي انا جايبه لهم وكده، فانا قاعده لوحدي. فحته ان انا قاعده لوحدي، هم بيقرفوني بس قاعده فاصله، فاهمين؟ لا نعم. مش هنفضل قاعدين في الكافيه. ماشي، هنمشي اهو. ان انتي بتخرجي لوحدك، بحس ان بجد بحس ان دماغي فصلت، بحس ان حاضر هخليه يجي بكره، حاضر. بحس ان دماغي فصلت، بحس ان فاهمه انتي، فاهمه لما تحسي ان انتي خرجتي من المسؤوليه اللي عليكي، من الضغط، من البيت، من الترويق والطبيخ، من جو الروتين اللي احنا فيه ده، وتقعدي كده مع نفسك شويه تفصلي بالدنيا، والله العظيم بالدنيا. بس محتاجة بس ان الصرصارين اللي في حياتي دول اسربهم واعملها لوحدي ان شاء الله. ان شاء الله في يوم نعملها لوحدي واخدكم معايا كده برضه. قولوا لي ايه رأيكم في الفلوج، عجبكم ولا لا؟ يا رب يكون عجبكم. انا حاسه ان هو حلو بصراحه، لان الخروجه النهارده كانت حلوه، وحسيت ان انا اتبسطت والله، برغم ان هم عارفين عليا شويه، بس حسيت ان انا اتبسطت. طبعا هنا انا كنت خرجت تاني، الدنيا كانت بتشتي بقى خلاص، الجو كان بيمطر، وبقى ريحة المطر كده وهدوء اعصاب، وحاجة في منتهى الجمال والله العظيم. جو تحفة. بس هو وحش جدا للاطفال. هنا خلاص كنا ماشيين، فلقيت المراية دي، فقلت هاخد صورة كده قبل ما امشي بسرعة. وبعدين عمرو كان خلص كل الحاجات اللي وراه، وبعدين اجى بقى عشان يروحنا. وكده اليوم كان خلص، وركبت هنا كنت راكبة معاه، وخلاص بقى روحنا على خير الحمد لله. وطبعا قعد يبهدل فيا شويه، وقعد يقول لي انا قلت لك ما تخرجيش لوحدك بالعيال، ان هما بهدلوكي ومش عارفه ايه. انا ممكن عشان مش متعوده اخرج معاهم كتير لوحدي، فعشان كده ما استحملتش زنهم وعيطهم وكده. بس ربنا يهديهم، هما كل الاطفال زنانين ومقرفين والله، ربنا يهديهم ويعين عليهم يا رب. انا كنت بصور لكم الشوارع، حاطين زينة رمضان شكلها تحفة. والله الشوارع بتبقى مبهجة وجميلة قوي في رمضان. وخلاص على كده كنت روحت البيت، والفيديو خلص ويومي خلص الحمد لله. لو عجبكم وقولوا لي انا لعبة عجبكم احلى، بتاعت حمزة ولا بتاعت تالي. وهنا خلاص، اشوفكم الفيديو الجاي حبايب قلبي، مع السلامة.